طلب مفاجئ من مارسيل كولر للاعبي الأهلي قبل الاستعداد لموقعة الهلال. إليكم التفاصيل، ولكن في البداية صل على النبي محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهازه المعاون خلال تدريب الفريق اليوم الجمعة تجهيز ميزان خاص لقياس أوزان لاعبيه عقب الراحة التي خضع لها اللاعبين لمدة 6 أيام بعد العودة من الكاميرون. وقال مصدر مطلع داخل النادي إن كولر سيجري قياسات أوزان للاعبي الفريق خلال تدريب اليوم الذي يقام في 9 مساء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق ضمن استعدادات الهلال السوداني التي تقام في 1 من إبريل المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأكد المصدر أن المدير الفني يراقب موازين اللاعبين بشكل مستمر للوصول إلى الوزن المثالي لهم لتجنب تعرض أي لاعب منهم للإصابة خلال الفترة المقبلة. وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة حذر لاعبي من التأخر في العودة والانتظام في تدريبات الفريق خاصة في ظل خطورة المرحلة الحالية وضرورة تكاتف جميع عناصر الفريق لتحقيق الفوز والتأهل للدور الثاني. جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز الجنوب إفريقي الذي يحتل الصدارة برصيد 11 نقطة. تأهل بشكل رسمي لربع النهائي صن داونز، والهلال السوداني الذي يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط في الوقت الذي يحتل القطن الكاميروني المركز الرابع والأخير دون أي نقاط. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.